السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ الممبار ما فيهوش هزار. يعني لازم خلطة المحشي بتاعة الممبار ريحتها تجيب لآخر الشارع. كمان مدة التسوية المظبوطة علشان الممبار ما يفرقعش في مية السليق. كمان ازاي اعرف ان الرز اللي جوه الممبار استوي وفي نفس الوقت يبقى مفلفل مش معجن. هقولك كمان ازاي تحشي اكبر كمية من الممبار في اقل وقت. النهاردة هنعمل الممبار بأسهل طريقة وبأحلى طعم. عايزة أقول لكم إن ريحته جايبة لآخر الشارع، كمان طعمه بجد تحفة. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا جرس الإشعارات وتختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنسمي الله. وحطيت حلة كبيرة كده محترمة على النار علشان هعمل كمية كبيرة جدا من الممبار. تمام. هنبدأ أول حاجة نجهزها هتكون خلطة المحشي بتاعة الممبار. نزلت بكمية حلوة كده من الزيت. وخلطة المحشي بتاعة الممبار ما بتاخدش سمنة أبدا، وما بتاخدش كمان سمنة مع زيت، بتتعمل بزيت بس، علشان الممبار بيكون فيه كمية دهون من جوه بتدخل في الرز. تمام كده. نزلت بقى بكمية حلوة من البصل، طبعا كمية البصل اللي انت عايزاها. دول تقريبا 3 بصلات كبار فرمتهم كده في الكبة ونزلت بيهم على الزيت. هنزل بقى عليهم كمان بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. ضروري قوي تضيفي رشة الملح ورشة السكر على البصل، بتدي طعم حلو جدا. هبدأ بقى أشوح كده في البصلة. أنا مش عايزة البصلة يعني تحمر ولا تاخد لون ولا حاجة، أنا عايزاها بس تدبل، علشان احنا مش هنسبك، يعني هي هتكون شبيهة بالني في ني. تمام كده. بعد ما قلبت البصلة بالشكل ده هبدأ انزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهدي الثوم برضو كمان تقلبتين كده مع البصل، يعني يا دوب يسخن مش اكتر من كده. معايا كمان كيلو من الطماطم الحمراء. الطماطم تقدري تبشريها بالمبشرة، وتقدري تضربيها في الكبة ضرب متقطع، يعني هتديكي نفس القوام بتاع الطماطم المبشورة. الطريقة دي بتكون حلوة جدا، كمان ما بتاخدش وقت خالص على النار وبتدي لون جميل جدا لخلطة المحشي. هبدأ بقى انزل برضو كده بكمية الطماطم. بصوا انا ضرباها في الكبة يعني ضرب متقطع، بتبقى بالظبط شبيهة للطماطم المبشورة بالظبط. عندي بقى كمان معلقة كده كبيرة من الفلفل الأحمر. أنا بحتفظ دايما بيه في الفريزر. الفلفل الأحمر موجود دلوقتي في السوق، هاتوه بقى افرموه وحطوه في أكياس كده في الفريزر ودخليه في كل أكلاتك، كنت تحفة جدا. هبدأ برضو أدي برضو الفلفل الأحمر كده تقليبة مع الطماطم، هي بتاخد بس يدوب أقل من 5 دقايق. وهبدأ بقى أنزل عليها بكيس من صلصة الطماطم اللي احنا مفرزينه، وهبدأ بقى أقلبهم كده مع بعض. بصوا بقى اللون والتقل والقوام بتاع الصلصة تحفة بجد. هبدأ بقى أتبل. معايا معلقة ونص كبيرة من الملح، وزي ما اتفقنا ده بيكون على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. أنا هنا نزلت بمعلقة ونص كبيرة من الملح، نص معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، نص معلقة كبيرة من الكمون المطحون، ونص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وكمان نص معلقة كبيرة من البهارات المشكلة. بس كده أنا هنا كل التوابل اللي أنا محتاجاها حطيتها في الصلصة، يعني أنا كده مش هحط توابل تاني مع الرز. بقلب بقى كده كويس جدا بالشكل ده، وهديها بس غلوتين 2 مش أكتر. معايا بقى خضرة مشكلة، طبعا كمية كبيرة، المحشي بيحب الخضرة المشكلة الكتيرة. الخضرة أنا غسلاها ومصفياها من المية ومقطعاها صغير. أخدت منها جزء نزلته في صلصة الطماطم وقلبته كده تقلبتين، مش عايزة أقول لكم ريحته بتكون عاملة إزاي. وهنا بقى نزلت بكمية الرز غسلاه كويس وكمان مصفياه كويس من المية. وهبدأ بقى أقلب الرز كده مع صلصة الطماطم التحفة اللي ريحتها بجد قلبت الدنيا. هقلب بقى كويس، وهنا كنت طافية النار. معايا بقى دلوقتي بقيت الخضرة المشكلة، هبدأ برضو أنزل بيها كلها وهنقلب كل بقى الرز كده مع الخضرة مع الطماطم. لو حسيت ان الصلصة تقيلة زوديها نص كوباية من المية المغلية. اهم حاجة ان الرز يكون طري، ما يكونش ناشف، علشان خاطر تقدري تحشي الممبار بسهولة. ده بقى بيكون لونها
بصوا بقى الجمال. هنا بقى كنت فضيتها في حاجة تانية وسبتها لما تبرد، مش هنقدر نحشي الممبار غير لما الرز يبرد تماما. هبدأ أنقص بقى كده كمية بكمية علشان لو اتبقى رز من خلطة المحشي يبقى نضيف. هاخد بقى كمية بالشكل ده وهنبدأ بقى نجهز الممبار. دي كده كمية الممبار اللي انا هحشيها. طبعا الممبار متنضف ومغسول كويس جدا من بره ومن جوه، وكمان منقوع في دقيق وملح وليمون. الدقيق مع الملح مع الليمون عايزة اقول لكم بيخلي الممبار قشطة، وكمان اتشطف تحت المية كتير، يعني مش مرة ولا اتنين، كذا مرة لحد بقى ما بيوصل للمرحلة دي. بصوا بقى، انا طبعا مقطعاه قطع يعني حجمها متساوي. هبدأ بقى احشي بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا بقى انا ولا بستخدم قمع ولا بستخدم ازازة ولا بستخدم حاجات من دي خالص، انا بحشي الممبار بايديا، اسرع طريقة لحشوة الممبار. بصوا بقى، بتفتحي صباع الممبار من فوق بصبعينك بالشكل ده، وصبع بيبدأ يدخل الرز. بس كده ما بياخدش معاكي وقت خالص. هو بيكون مقلوب، الجنب الناعم ده بيكون بره والجنب اللي بيكون فيه الدهون بيكون جوه. علشان كده بقول لكم ان خلطة المحشي بتاعة الممبار ما بتاخدش سمنة خالص. الدهون اللي جوه دي طبعا بتسيح وبتدخل في الرز. تمام. اهم حاجة بقى ان احنا نخلي الحشوة خفيفة، يعني بلاش تكبسيه بالرز. خلي الرز جوه صباع الممبار خفيف. افرديه كده بايديكي على قد ما تقدري زي ما انت شايفة. من الحاجات اللي بتخلي الممبار يفرقع في التسوية انك بتكوني كبساه بالرز. لازم نسيب مساحة للزيادة بتاعة الرز اثناء التسوية. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم ان بجد مش بتاخد معايا وقت خالص. كل الكمية دي تقريبا اقل من ربع ساعة كنت مخلصة. انا جنب صينية كبيرة ببدأ احشي وببدأ ارصه كده زي ما انتوا شايفين جنب بعضه لحد ما بخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. عايزة اقول لكم ان كمية الرز كانت على قد كمية الممبار بالظبط. وصلنا كده لاخر قطعة، وباقي معايا بس حبة الرز الصغيرين دول. خلاص دول كده هيترموا، ملهمش لازمة. كنت متخيلة ان هيتبقى كمية كبيرة. تعالوا بقى هنا حلة كده كبيرة، حطيت 3/4 من المية وسبتها لما تغلي. اهم حاجة المية تغلي. هنزل بقى بطماطمايه مقطعاها اربع، وكمان معلقة صغيرة من الملح، وجزراية متقطعة، معايا قرنين من الفلفل الحامي، وكمان ورق لوري وحبهان ومستكة، وعندي كمان كمون حصى، وعندي فلفل اسود حب. اي توابل حصى موجودة عندك حطيها. عندك كزبرة حصى حطيها، عندك كبابة صيني حطيها. عايزة اقولك اي توابل حصى حطيها في مية السليق. صدقيني ده سر محدش هيقولك عليه ابدا. بتدي طعم وريحة غير عادية في سليق الممبار. اول بقى المية ما تغلي، اهم حاجة المية تكون بتغلي. اول المية ما تغلي ابدأ اسقط بقى كل كمية الممبار بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهو اول لما بينزل في المية المغلية على طول بيقفل من الجنبين، يعني مش محتاجين بقى خيط ولا نربطه من الجنبين ولا حاجة. هو بيقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه. بسيبه بقى على نار عالية اول 5 دقايق، وبعد كده بهدي النار على الاخر وبغطي بقى وبسيب غطا الحلة مهوي شوية. طبعا علشان الكمية كبيرة، فالباقي هبدأ أسلقه في حلة تانية. كل 10 دقايق ببدأ أقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. تمام كده، وبرجع أغطي تاني. وأهم حاجة إن النار تكون غالية، تكون هادية علشان المية ما تغليش. لو المية بدأت تغلي الممبار، الممبار هيفرقع منك في مية السليق. كل 10 دقايق زي ما احنا متفقين نبدأ نقلب. طيب اخد معايا مدة تسوية قد ايه؟ اخد معايا بالظبط 50 دقيقة. ساعة الا 10 دقايق. اكتر من كده ما ينفعش ان انت تسيبيه في المية خلاص. انا بعرف ازاي انه استوي. ببدأ اضغط كده على وحدة الممبار، لو صبعي غرس فيه في الرز اعرف ان هو استوي. كمان بطلع كده شوية من الرز من الطرف وببدأ أدوقهم، بشوف استوي ولا لأ. هو ما شاء الله اللهم بارك، مستوي وتحفة جدا. أول بقى ما بنطفي النار بنبدأ نخرجه من المية على طول. يعني ما تطفيش النار بقى وتسيبيه كده في مية السليق لحد ما يبرد مع نفسه، لأ. أول لما تطفي النار
نبدأ نخرجه من المية. شايفين مفيش ولا واحدة فرقعت في المية. دلوقتي بقى مش هينفع ان احنا نحمره وهو سخن. ببدأ اطلعه في حاجة بالشكل ده وبسيبه بقى كده على الرخامة لحد ما يبرد. بعد ما يبرد بقى بنبدأ طاسة على النار فيها زيت، وهبدأ بقى احمره. التحمير بتاع الممبار ما بياخدش وقت خالص، يعني بالظبط اقل من ربع دقيقة على كل جنب، بيكون اخد اللون المظبوط. بلاش كمان تغمقيه، علشان بعد ما بنخرجه من الزيت بيغمق سنة كمان. هنا بقى كنت بوريكم كل الكمية اللي انا عملتها. هبدأ بقى احمر على قد الغدا، والباقي بقى يا اما بقى احطه في اكياس وادخله على الفريزر. طبعا لما بتحفظيه في الفريزر بتحفظيه من غير تحمير، ولما بتيجي تخرجيه بتسيبيه لما يفك من التجميد خالص، وبعد كده بتحمريه بيبقى كأنك لسه عاملاه في نفس اليوم بالظبط. تمام. هنا بقى حمرته بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، وما بخرجهوش بقى على مناديل المطبخ، بخرجه على شبكة بيبقى متهوي كده، وكمان بيصفي اي زيت زيادة عليه. بصوا لونه تحفة ازاي. عايزة اقول لكم بجد ريحته وطعمه تحفة جدا. هبدأ اقدمه بقى، بفرش كده على الصينية خضرة مشكلة، وببدأ ارص بقى عليها اجمل واحلى ممبار ممكن تعمليه. وما تنسوش رشة الفلفل الاسود اول ما يخرج من الزيت على طول. عندي بقى قدمت معاه شيبسي وكمان مخلل الخيار اللي احنا عاملينه مع بعض. وبألف هنا وشفا. جربوا بقى الممبار بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. مستنية تعليق حلو زيكم، تقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.